برج العذراء. برج العذراء اكتر الابراج الطيبه اللي محدش بيفهمها بسهوله، لانها ابراج شويه بتحب تعمل تحليلات لكل حاجه حواليها، بتركز في كل التفاصيل الصغيره والكبيره اللي بتحصل، وعشان كده ناس كتير ممكن تكون بتستاء شويه من ان هم بياخدوا تعليقات منهم، شويه بتكون سلبيه، شويه بتكون تعليقات قويه، لكن برج العذراء دايما على حق. تعالوا بقى نشوف حظ العذراء في فبراير 2024، والشمس موجودة في بيتك السادس، بيت العمل وبيت الصحة بتاعك يا برج العذراء. فهبتدي كلامي أول حاجة إن أنا أقول لك خلي بالك من صحتك شوية، ركز في عدد ساعات نومك، ركز في أكلك اللي أنت بتاكله، حاول إن أنت تركز مع أمور الدايت شوية، حاول إن أنت تعمل شوية أكل صحي. نصيحة لكم يا برج العذراء، حاولوا ان انتوا تخلوا 3 ايام من الشهر ان شاء الله يكونوا اكل نباتي، لان ده هيفرق معاكم جدا جدا في نظافة جسمكم داخليا ونفسيا وروحانيا وكل الحاجات دي. برج العذراء، انا عارفة ان انت الشهر ده هتركز في حياتك الصحية جدا، لانه طبيعي انه الشمس موجودة في بيت الصحة بتاعك في بيت العمل، فانت صحيا هتركز في انك انت تاكل، تروح الجيم كمان. شايفاكم في ناس منكم ابتدت تلعب رياضه، شايفه في منكم ناس ابتدت تحافظ على شكلها وعلى رونقها وعلى جمالها، على جمال بشرتها، لكن بلاش اي عمليات تجميليه يا برج العذراء في الفتره بتاعه وجود القمر في برج العقرب اللي هي 1 و2 فبراير. نصيحه ليكم لو عايزين تعملوا اي حاجه اعملوها من بعد يوم 5 فبراير ان شاء الله باذن الله. أما بخصوص العمل فأنتم من أكثر الأبراج الدؤوبة في عملها، الأبراج الشاطرة جدا جدا في العمل. الشهر ده أنتم عندكم شوية تراكمات في العمل، عندكم شوية حاجات كتيرة، شوية أعمال زيادة وأعباء زيادة عمليا، لكن هتبتدوا إن أنتم تتخلصوا من الكلام دوت، لأن أنتم هتبتدوا تنجزوا فيها، هيبتدي يظهر نجاحكم، اسمكم هيبتدي يلمع، الناس كلها هتبتدي تاخد بالها من طريقتكم الحلوة في الشغل ومن نجاحكم ومن شطارتكم ومن مهارتكم. الناس برج العذراء بالذات اللي بتشتغل في أي حاجة ليها علاقة بالحسابات أو ليها علاقة بالأرقام، فأنتم يا برج العذراء عندكم نجاح باهر. في ناس من برج العذراء عندها تغيير عمل او عندها تغيير لمكان العمل، ممكن ما تغيروش الشهر ده، لكن انتوا الفكره هتبتدي تتحط في راسكم وهتبتدوا تشتغلوا عليها على فكره الفترات اللي جايه. الفكره ابتدت تطرق عندكم، يمكن بقالكم اسبوع بتفكروا في ان انتوا تغيروا بيئه العمل اللي انتوا موجودين فيها، وفي منكم كمان ناس ابتدت تفكر في انشاء مشاريع خاصه ليها لكن خايفه من الوضع الاقتصادي. انا بطمنكم وبقول لكم توكلوا على الله يا برج العذراء. كل اللي منكم بيفكر ان هو يبتدي يعمل مشروع خاص لنفسه، مكتب خاص، خصوصا الناس اللي بتشتغل في الحاسبات زي ما بقول او الحاجات اللي ليها علاقه بالارقام، توكلوا على الله وابتدوا اعملوها. الناس اللي بتشتغل في الهندسه او بتشتغل في المجالات الطبيه او الحاجات الحرف اللي هي محتاجه لمهاره يدويه من برج العذراء، توكلوا على الله برضو وابتدوا اعملوا المشاريع اللي انتوا عايزينها، لانه الفتره اللي جايه دي فترتكم انتوا ودعم ليكم انتوا. ما تنسوش ان المشتري موجود اصلا في برج الثور اللي هو برج الصديق الترابي ليكم، وده بيديكم دعم قوي جدا يا برج العذراء. حتى لو كان في ناس بتحط تعليقات سلبيه وبتقول انا الثلاجه عندي باظت، انا على فكره برج العذراء والفلوس ما نزلتليش من السماء، مفيش حد يا جماعه الفلوس بتنزل له من السماء، وعمر ما في حد ممكن يقول لحد الفلوس هتجيلك من السماء، لكن نقدر نقول اسعى، اجتهد، اشتغل، وربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل مجتهد النصيب، كل واحد بياخد رزقه، وربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد خالص. لكن ما حدش يقول ابدا اصلا السماء ما نزلتليش فلوس، وانا عمري قلت لحد السماء هتنزل لك فلوس. تعليقات سلبيه انا ما اعرفش الناس بتحطها علشان هم عايزين يحسوا ان هم سلبيين، ولا علشان هم عايزين يحسسوا الناس ان هو مفيش حاجه حلوه هتحصل. بجد بجد بلاش كده، خليكوا في نفسكم. اللي حاسس ان دنيته ماشيه وحشه وبيفضل يسودها في قدام نفسه وفي عينيه وفي حياته، مشيها انت بالطريقه اللي انت عايزها لنفسك، مالكش دعوه بغيرك، سيب غيرك يتفائل، سيب غيرك يستبشر خير. ربنا سبحانه وتعالى قال انا عند ظن عبدي بي، فخليه احنا ظننا بالله سبحانه وتعالى الكريم الرزاق هو ظن الخير. مالكش دعوه بالناس اللي بتدي طاقات سلبيه، ابعدوا عنهم، خليكم مع الناس اللي بتدي طاقات ايجابيه. انا ما بمسحش على فكره التعليقات دي، بسيبها زي ما هي، واي حد ادمن على البيج بنقول لهم ما تمسحوش التعليقات السلبيه، بالعكس سيبوها، خلوا كل واحد ياخد نتيجه كلامه. في حاجه اسمها كل كلمه بتتقال ليها ذبذبات كونيه، كل واحد بيشيل شيلته في الاخر. احنا بقول لبرج العذراء ان شاء الله باذن الله انتوا عندكم نجاح عملي قوي جدا جدا، وعلى مجال الصحه انتوا كمان في منكم ناس كانت بتعاني من امراض او بتعاني من حاجات بسيطه، هيحصل عندكم امور استشفائيه. والناس اللي كانت عايزه تخس على فكره من برج العذراء هيبقى عندكم ان شاء الله ده، هتبتدي توصل للجسم المثالي اللي انتوا كنتوا نفسكم فيه، او على الاقل هتبتدوا في الطريق الصح عشان توصلوا للحاجه اللي انتوا عايزينها، وننزل شويه الدهون والقروش والحاجات اللي بتبقى عندنا دي.
يوم 5 فبراير ان شاء الله عطارد هيدخل عندك، وهنا هيبقى عندك قطع لبعض العلاقات الشخصيه يا برج العذراء. علاقاتك الشخصيه مع الشريك فيها بلبله وفيها تعب الفتره دي، انا عارفه انت بقالك دلوقتي يمكن اسبوع عندك مشاكل مع الشريك بتاعك، مع شريك حياتك. انت ممكن تاخد قرار بقطع هذه العلاقات تماما الفتره اللي جايه، لانك انت مش هتسمح ان اي حاجه تيجي على امورك الصحيه. فلما هتقول انا خلاص هقطع العلاقه او ان انا هقفل العلاقه دي ومش عايزه اكمل فيها، انت بتعمل ده علشان حياتك انت الصحيه والنفسيه تفضل في احسن احوالها. عندك غربله للناس اللي موجوده في حياتك، هتبتدي تغربلهم. الناس السلبيه كلها هتمشيها من حياتك يا برج العذراء، وهتبتدي تخلي الناس اللي انت واثق فيهم وعارف انتمائهم وعارف ان هم فعلا بيحبوك من قلبهم وعايزينك تبقى كويس وما بيبصولكش في حاجه. برج العذراء انت يمكن عندك طاقه حسد قويه جدا جدا الفتره اللي فاتت، لكن الطاقه دي بتبتدي تنتهي من حياتك الفتره اللي جايه ان شاء الله، خصوصا انه في دعم جاي لك من اورانوس وجاي لك من المشتري ان شاء الله، وبعد كده كمان هيجوا لك من ناحيه برج الحوت. فيوم 13 فبراير اقدر اقول لك ان المريخ لما هيدخل عندك اقدر اقول لك خلي بالك واحذر، خصوصا في علاقتك مع شريك حياتك من يوم 13 فبراير بالذات. خلي بالك، او الحقيقه اقدر اقول لك خلي بالك من يوم 10 فبراير، لان ميلاد القمر هيكون موجود في برج الدلو، وده برج مش صديق ليك خالص، بالعكس هو برج غير داعم ليك. ده بيتك السادس برج الدلو ده، فخلي بالك، لانه في الحاله دي انا هقول لك خلي بالك من حياتك مع الشريك، خلي بالك من قرارات سريعه تقدر تاخدها منه، خلي بالك من حساسيه زايده جدا هتكون موجود فيها برج العذراء الفتره اللي جايه مع شريك حياتك وفي العلاقات بالذات. تجنب المشاكل يا برج العذراء في الفتره ما بين 10 فبراير لغايه يوم 16 فبراير، تجنب الدخول في اي مشكلات لانها مش هتكون في صالحك، النتيجه مش هتكون في صالحك. من يوم 16 الزهره هتدخل ان شاء الله لبرج الدلو، هتنتقل لبرج الدلو، وهنا هيبتدي يحصل شويه توازنات في حياتك، وبكده هتبتدي تستغل الفتره دي وتبتدي تستريح شويه، لكن حاول ان انت تستغلها صح جدا جدا في انجاح علاقاتك مع الناس اللي حواليك، خصوصا في الحاجات اللي تمس العمل. وحاول ان انت في الفتره دي تصلح علاقتك شويه مع شريك حياتك عشان ما توصلش لحته انفصال دائم. فخلي بالك يا برج العذراء، لانه الفتره دي انا بقول لك بلاش تاخد قرارات مش هتبقى مبسوط منها. الفتره دي اللي هي من يوم 16 تقدر تعمل اي جراحات انت عايزها، كانت جراحات صحيه او كانت جراحات تجميليه او كانت زراعه شعر او كانت نضاره او كانت مثلا شد جسم او معرفش بتسموها ايه اللي هي نحت ولا معرفش بتسموها ايه. عايز تعمل اي حاجه في جسدك عمليات جراحيه، توكل على الله يا برج العذراء، لان الفتره دي هتكون فتره كويسه ليك ومش هيكون فيها اي فتره سلبيه من يوم 16 ان شاء الله باذن الله، لانه بعد كده زي ما اتفقنا من يوم 16 ليوم 21 الفتره دي هتكون فتره كويسه. من يوم 21 برج الشمس هتبتدي تنتقل لبرج الحوت، وده برج صديق ليك يعني برج داعم ليك، وفي الحاله دي هتبقى الدنيا اهون شويه عليك وهتبتدي الدنيا تهدى معاك شويه برج العذراء، وحتى الضغط العملي اللي انت موجود تحته هيبتدي يقل ان شاء الله، وهتبتدي يحصل عندك انتصارات كبيره يا برج العذراء. اتمنى لكم يا اصحاب برج العذراء شهر سعيد وطاقه حظ كبيره تتفتح معاكم وحلول لكل مشاكلكم، وخصوصا المشاكل العمليه والرومانسيه. خلوا بالكم من شريككم العاطفي لانه ممكن يحصل مشاكل اكبر بكتير مما تتخيل. ارجوك خلي بالك من نفسك. شكرا جدا يا برج العذراء، وطمنوني عليكم في التعليق. شكرا، استودعكم.